العربية الكهربا مناسبة ليك لو عندك مكان تشحن فيه في البيت أو في الشغل، وده معناه إنك ساكن في فيلا أو دور أرضي أو عندك جراج خاص، ولو معظم مشاويرك في المدينة يعني مش سفر طويل عشان تضمن وجود محطات شحن، ولو تقدر تتحمل تكلفة البطارية لو باظت بعد من 5 ل8 سنين، أو حتى لو أخدت خبطة في الشاسيه من تحت من بلاعة مثلا أو مطب، لأن البطارية موجودة تحت رجليك. يعني من الآخر ما تجيبهاش لو فرهود وبتحب تسافر برّه المدن زي شرم والغردقة ومرسى مطروح، لو ما فيش توكيل قريب منك يلحقك بخدمة ما بعد البيع، لو عندك ميزانية محدودة ويا دوب معاك تمن العربية وما تقدرش تتحمل دفع مصاريف قطع الغيار الغالية، أو تمن نُص العربية اللي أنت اشتريتها، لإن ممكن في ثانية تيجي تدوّر عربيتك تلاقي البطارية انتهت والبطارية تعتبر نُص العربية. بُص يا صديقي، العربيات الكهربا فيها مميزات وعيوب، يعني لو ظروفك مناسبة وعندك محطة شحن سريعة قريبة منك، أو ساكن في دور أرضي أو في فيلا عشان الشحن المنزلي، وطبعًا لازم يكون معاك فلوس جاهزة للصيانة وقطع الغيار الغالية، آآ، فده وقتها انزل حالًا اشتري عربية كهربا. أمّا لو ما فيش الكلام ده، يبقى نستنى شوية لحد ما السوق المصري يتهيأ أكتر من ناحية الأسعار ومحطات الشحن. قُل لي بقى في الكومنتات، لو الحكومة عملت محطات شحن في كل مكان والأسعار نزلت، هتجيب عربية كهربا والّا برضه هتفضل خايف؟ هاعمل تصويت في القناة للموضوع ده، والإجابة هتكون أهلًا بالكهربا أو لسه خايف. ما تنساش تعمل لايك لو الفيديو أفادك، وتشيّر الفيديو لأصحابك اللي بيفكروا يجيبوا عربية كهربا، واشترك في القناة علشان ييجي لك الجديد في عالم السيارات. كان معاكم مهندس إيهاب بكر، أشوفكم على خير، سلام.